نادي الزمالك يخسر من نادي انبي 1-0 بضربة جزاء، ومباراة دراماتيكية في كل شيء. جات لك فرصة عمرك ما قدرتش تحافظ على الهدية اللي اداها لك النادي الاهلي بخسارته امام طلائع الجيش. انت بتخسر النهارده لنادي الاهلي والنادي بيراميدز 1-0 من انبي، واللي عمل عليك مباراة فوق ما انت تتخيل. انت نازل والمباراة بتاعتك، عشان كده المباراة انت ما شفتش فيها اكتر من 10 15 دقيقة اللي لعبت فيهم كويس. غير كده مفيش مباراة غير لانبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جدل رياضي جديد، لايك وشير واشتراك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نادي الزمالك يخسر من نادي انبي 1-0 في مباراة ما جاش فيها نادي الزمالك، ما لعبش فيها نادي الزمالك. كان متوترين، كانوا مستعجلين في كل حاجة. نادي انبي قدر يستغل نقاط الضعف كثيرة في نادي الزمالك. قدر يستغل هجوم الضاغط لنادي الزمالك، فقدر ان هو يعمل مرتدات، يعمل هجمات، كان بيعمل مثلثات على الطرفين. في بص في لعيبه جت في اخر المباراه. نادي الزمالك هبط، نادي انبي اللعيبه فيه زي زياد طارق كان بيعدي من واحد واثنين وثلاثه حرفيا. موتت الجيم. نخش في المباراه. نادي الزمالك بيلعب بطريقه 4-3-3. طبعا بيلعب بمهدي سليمان وبنتايك وحسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل ومحمد ابراهيم واحمد ربيع واحمد فتوح ومحمد السيد وعبد الله السعيد وناصر منسي واخوان بزيره. انبي ضغط من بداية المباراة. في الدقيقة 16 ضربة جزاء لإنبي على الزمالك. ضربة جزاء من وجهة نظري صحيحة 100%، 100% ولا جدال فيها. والتانية صحيحة 100% برضه لا جدال فيها. ضربة جزاء بتاعت عبد الله السعيد صحيحة 100%. لكن هنخش لك في أحداث المباراة. في الدقيقة 18 بتسدد انبي ضربة الجزاء، فبتسجل هدف. وانبي بيتقدم بهدف على نادي الزمالك في الشوط الأول. في الدقيقة 34 ضربة جزاء تانية بعد دربكة عشوائية، ومحمد السيد يعني بيعمل كارثة حرفيا. ان هو خلاص لعيب طلع، يا اما تطلع الكرة بره، يا اما في المثل ما تكملش معاك تكمل الغشيمة دي اللي بتضيعك وبتضيع الفرقة وبتضيع مجهود فرقة كاملة. انت ضيعت مجهود فرقة كاملة حرفيا. الكرة ما جاتش، لكن الفرقة هبطت ان حست ان فيه هدف تاني هيجي فيها، وطبعا بتضيع. وطبعا كان فيها جدل، لكن من وجهة نظري ما عدتش خط المرمى نهائي. ما عدتش، هي عدت جزء منها لكن ما عدتش بالمحيط الكامل بتاعها. في الدقيقة 38 عدي الدباغ بينزل ويطلع محمد السيد. بعد كده لعيبة الزمالك بتعترض، يعني لعيبة الزمالك شاف اعتراضات طول المباراة. اعتراضات